الكابتن رضا الجندي من الرعيل الأول للكاراتيه في مصر والعالم العربي والأفريقي، حاصل على الحزام الأسود التاسع في الكاراتيه وهو أعلى حزام في مصر، حاصل على 10 دورات دولية وعربية وأفريقية في التدريب والتحكيم للكاراتيه، 4 دورات محلية علاوة على 5 دورات في الطب الرياضي والدعم النفسي. أهم هذه الدورات الدورة الأولى للكاراتيه في مصر تحت إشراف الخبير الياباني وكبير خبراء الشرق الأوسط هيديكو أوكاموتو، والتي تخرج منها عمالقة الكاراتيه من الرعيل الأول. أهمهم كابتن قيس مصطفى في نادي هوليليدو، كابتن محمد جمال في اتحاد الشرطة، كابتن حسن جاد، كابتن بدر أبو الليل، علاء عبد العزيز في مركز شباب جزيرة، كابتن يوسف في المنصورة، كابتن مسعود في نادي بنها، كابتن الجمال وكابتن الصواف في طنطا، كابتن عاشور في المنوفية، كابتن أسد حنفي، كابتن محمود إدريس والكابتن صابر. الدورة الأولى للكاراتيه في جامعة كوكشيكان باليابان تحت إشراف مستر ناكاياما كبير خبراء العالم في الكاراتيه. الدورة الدولية الأولى للكاراتيه في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مستر ناشياما. 3 دورات دولية مع مستر تومي موريس رئيس اللجنة العليا للحكام الدوليين. أول مقاتل في القوات المسلحة المصرية يحصل على الحزام الأسود الأول، أول من أدخل الكاراتيه في الكليات العسكرية والجيوش والمناطق والهيئات والإدارات بالقوات المسلحة. قام بالتدريب بالكلية الحربية أكثر من 30 عام، قام بتدريب الحراسات الخاصة بالشخصيات الهامة بالقوات المسلحة، قام بالتدريب والتدريس في دورات المدربين المحلية والدولية في مصر والدول العربية والأفريقية، عمل مدربا ثم مديرا فنيا في أندية الجلاء والطيران ومدينة نصر أكثر من 35 عام، عمل مديرا فنيا في نادي الزهور الرياضي اللي هو مركز الرياضات اليابانية سابقا لمدة 13 عام متصلة. حاليا هو المدير الفني للمنتخبات العسكرية ونادي طلائع الجيش منذ عام 95 حتى الآن. وطبعا قد تتلمذ على يديه كثير من اللاعبين الدوليين الذين رفعوا اسم مصر عاليا في المحافل الدولية والعربية والأفريقية، منهم خالد جد المولى، هشام شعيب، شوقي جد المولى، خالد سمير، طارق سمير، وسيم الجندي، راشا مصطفى، نسرين فاروق وغيرهم من اللاعبين الدوليين. هذا علاوة على أنه مارس الكيوكسل وهو فن القتال الكوري باليد الخالية، من أبطال الجمهورية في المصارعة الرومانية للمدارس الثانوية والدرجة الثانية، من أبطال القوات المسلحة في الرماية بالطبنجة للمنشآت التعليمية، حاصل على الحزام الأسود في الجودو، عمل ضابط في القوات المسلحة الخاصة، ثم مدرس بالكلية الحربية، ثم قائدا للجناح الخاص بمدرسة التربية الرياضية للقوات المسلحة الذي يشمل فرق الكاراتيه والجودو والقتال المتلاحم، حاصل على فرقة صعقة ومظلات وقتال متلاحم. هذا ملخص بسيط لأحد الرعيل الأول الكاراتيه في مصر والعالم العربي والأفريقي. شكرا.
بنقول كابتن رضا وحد تاني يمسك التمرين. كابتن رضا، كام لاعب موجود عند حضرتك هنا؟ انا عندي في نادي الضباط 150 لاعب تقريبا. في نادي الجلاء. في نادي الجلاء. المدرسه الجديده حوالي 50 لاعب. اطفال تحت 8 و10 و12 سنه تقريبا حوالي 40 لاعب او 30 لاعب تقريبا. الفيرست تيم اللي هو بيلعب بقاله دلوقتي حوالي من 73 حوالي 30 لاعب او 35 لاعب، منهم 4 في الفريق القومي المصري، ومنهم 2 سافروا بطولات دوليه في المانيا، بطوله العالم في المانيا اللي هو سنه 80. سنه 80 اللي هو اللاعب خالد جاد المولى، ولاعب خالد سمير، ولاعب هشام شعيب، ولاعب حامد جاد المولى اللاعب الناشئ اللي هو اصغر واحد في الفريق القومي المصري، حصل على الحزام الاسود وله مستقبل كويس اللي هو. كابتن رضا جندي المدير الفني للمنتخب العسكري للكاراتيه ومدرب نادي الجيش، نتكلم فندم عن اهم ما وصل اليه مستوى الفريق وطموحاته في الفتره المقبله. احنا طبعا ابتدينا النشاط بتاعنا في نادي الجيش بعمل بطوله للناشئين والاشبال والبراعم، وجمعنا فيها قاعده كبيره جدا للاشبال والناشئين. بعد كده عملنا بطوله الكليات العسكريه وجمعنا منها فريق اللي هو تحت 18 سنه وتحت 20 سنه، عشان يبقوا برضه هو النواه بتاع الفريق اللي هم فريق الشباب. بعد كده جمعنا من الجيوش والمناطق والادارات العسكريه، عملنا البطوله بتاعت قوات مسلحه كلها، الادارات والمناطق العسكريه واللي هي في جميع المناطق العسكريه، عشان نختار منهم المنتخب العسكري والفريق اللي هو درجه اولى فوق 20 اللي هو هيمثل القوات المسلحه في البطولات الدوليه العسكريه فتره وجودهم في القوات المسلحه. وبعد ما بيطلع من القوات المسلحه عاوز ينضم لنادي الجيش بيكمل معانا، عاوز يرجع تاني للمنتخب المدني وبيكمل مع المنتخب المدني، مفيش حاجه، مفيش مشاكل. طبعا هنا في المنتخب العسكري او المنتخب المدني الاثنين هم ولاد مصر. اشعر في هذه اللحظات ان انا واقف في معمل تفريخ للاعبي الكاراتيه، لان حوالينا اعمار مختلفه من الاطفال ومن الشباب يمارسون هذه اللعبه. بالظبط. هو حضرتك النهارده افتتاح دوري القوات المسلحه بالكامل، دور انديه القوات المسلحه والانديه بتاعتها، افتتاح بطوله الادارات والهيئات، افتتاح الافرع الرئيسيه، افتتاح الكليات العسكريه، دوري الكليات العسكريه، جيوش والمناطق، عشان نقدر نختار منهم العناصر الصالحه لضمها لنادي.
بدأنا طبعا في 95 أواخر 95 بدأنا بطولات بتدور القوات المسلحة عشان ناخد منهم البراعم والأشبال والناشئين. ودخلنا البطولات بتاعة القاهرة والجمهورية وحققنا مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية بالنسبة للأشبال والناشئين. وطبعا المستوى الدرجة الأولى ومستوى المنتخب القومي كان لنا ذراع طويلة جدا في هذا المستوى، وكان لنا بصمات في بطولات العربية والبطولات الأفريقية والبطولات العالمية.